انتهت مناسك الحج، وانطلقت مسيرة العودة. 120,000 مسلم يتهادون على رمال الصحراء، يتوسطهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله في حجه الأخير. ومع صمت الصحراء عند غدير خم يأتي النداء: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. إنه الوتد الأخير الذي يجب على النبي غرسه، وتد الأمان الذي يمسك رسالة السماء ويحفظ جهود 23 سنة قضاها النبي ومن معه تحت بريق السيوف. وينصاع النبي صلى الله عليه وآله للأمر الإلهي، فيحشر المسلمين في صعيد واحد بين طابقين من نار، فحرارة الشمس تكاد أن تذهب بالرؤوس، ولهيب الصحراء يكاد أن يأكل الأقدام. فكان الرجل منهم يضع طرفا من ردائه تحت قدميه والآخر فوق رأسه، ثم يقف صلى الله عليه وآله خطيبا على منبر طوارئ صنع من أحداج الإبل في آخر لقاء له مع هذه الجموع، لقاء حجة الوداع الذي سيتلوه الرحمن. يا أيها الناس، يوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسؤول وإنكم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ نشهد أنك بلغت ونصحت وجزاك الله خيرا. ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن جنته حق وناره حق، وأن الموت حق، وأن البعث بعد الموت حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور؟ اللهم اشهد. يا أيها الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. بسم الله الرحمن الرحيم.
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.